فانا مهما قالوا الامتحان صعب، الامتحان بيجي بره المنهج، الامتحان كذا، لا يا باشا، انا واثق من نفسي، انا هدخل الامتحان وهقفل الامتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب ثانوية عامة، رب تكونوا بخير. هنكمل السلسلة اللي بدأناها، اللي هو مراجعات الثانوية العامة، وإن شاء الله النهاردة هنبدأ بالأحياء. أو بمعنى أصح مش الأحياء بس، أحياء وجيولوجي. ليه؟ ما هو أنت مضيف لك جزء الجيولوجي، فيعتبر مادتين مش مادة واحدة. فربنا يعينك بصراحة، يعني هي مادة لذيذة وكل حاجة، بس عايزة حفظ. الجيولوجيا يعني جيولوجيا عايزة حفظ، فبسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة وأول نصيحة في الفيديو: ثبت مصدر الشرح. طب ليه؟ حضرتك يا باشا كنت من أول السنة متعود إنه المعلومة الفلانية في الصفحة الفلانية بالطريقة الفلانية وعليها صورة، فما ينفعش تيجي دلوقتي وتعوز تغير مصدر الشرح بتاعك. لا، المصدر اللي انت كنت بتذاكر منه طول السنة هو اللي تكمل معاه. يعني أنا كنت بذاكر من كتاب دكتور أحمد الجوهري. الكتاب يعني حرفيا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك عليها، يعني حاجة جميلة خالص. فأنا طول السنة تعودت مثلا إنه المعلومة اتقالت بالطريقة دي، وحفظتها بالطريقة دي، وعارف إن فوقها في رسمة كذا. فما تجيش في المراجعات انت تهدم ده كله. في حاجة اسمها الفيجوال ميموري، اللي هي الذاكرة البصرية. الذاكرة البصرية دي اللي هو انت حرفيا نعمة في حياتك. انت دلوقتي لما ما تدخل الامتحان، انت كل اللي بتفتكره من اول ما بيجي قدامك السؤال بتفتكر المعلومة دي كانت موجودة فين، اتقالت ازاي، اتشرحت ازاي. فاول حاجة تثبت مصدر الشرح اللي انت كنت شغال بيه طول السنة. هتقول لي ده اصل بينزلوا كتاب التفوق، بينزل مثلا تجميعات، بينزل كذا. لو انت حابب تزود، انت مجرد تقراها قراءة بس. اما المصدر اللي انت تعتمد عليه اللي هيكون شغال معك طول المراجعة بتاعتك، مصدر اللي انت كنت بتذاكر منه. ويا حبذا لو انت كنت عامل تلخيصات، دي الحاجة اللي انا مش بعرف اعملها يعني. دي افضل حاجة تراجع مني، وخصوصا لو انت قايل كل كلمة. يعني المراجعات يا شباب مش عايز انك تختصر يعني. والاحياء بالذات، يعني ايه تختصر؟ يعني انت هتقول لي همجس هرمون معين مش هذاكره في المراجعة؟ لا. ولا تقول لي مش هذاكر العظم ده مش هيجي في الامتحان؟ لا، هو كل معلومة انت مطالب بيه، حرفيا كل فتفوتة انت مطالب بيه. فانت لو تقدر اصلا تقرا كتاب المدرسة في الفترة دي، يا ريت يا ريت، وده اللي انا عملته. تمام. يبقى كده اول حاجه ثبتنا مصدر الشرح. تاني حاجه يا باشا، ثبت المدرس بتاعك. انت مش هتثبته تطلع عليه بمطوه يعني. هتثبت المدرس بتاعك ازاي؟ دكتور احمد الجوهري مثلا، اللي انا كنت بخدم معاه طول السنه، كان حرفيا كل فصل ليه فيه تحشيشات معينه. مثلا الدعامه في النبات كان فيه اللي هو 3 شين مثلا، شموع شعيرات اشواك. لحد دلوقتي فاكرها، يعني زي في فصل الهرمونات، الكالسيتونين بكال الكالسيوم في الدم، لحد دلوقتي متذكره. هتلاقي في كل فصل عامل حاجه زي كده. فانت المدرس اللي انت كنت بتخدم معاه اكيد بيكون عامل حاجات زي كده. فانت تيجي تروح مغير المدرس التاني. المدرس التاني باقي عامل نيمونكس او تحشيشات زي كده برضه لطلابه. فحرفيا انت تكون قاعد زي الاطرش في الزفه، او مش عارف المثال بيقولوا ازاي، بس انت مش هتكون فاهم حاجه. المدرس ماشي بالطريقه دي وطلابه فاهمين بالطريقه دي. فانت لا، انت لازم تثبت المدرس بتاعك. وبرضه حته مثلا دكتور احمد جوهري كان بيشرح الفصول على هيئه سيناريو. يعني المناعه مثلا، يقول لك لما حصل جرح فجأت الخلايا تجري، والمناعة والخلايا دي ندهت على دي. حرفيا انت كأنك في مسلسل كده يعني، وفي احداث ومن راح ومن جافها. يعني مش مجرد مادة بتتشرح. الاحياء دي يعني بجد يعني حاجة واو. يعني وفي انفسكم افلا تبصرون. يعني احياء بسم الله ما شاء الله، يعني مادة عسل. وخصوصا انت لو ناوي على كلية طبية، فانت الاحياء يعني مكملة معاك يعني. اتذكر اول محاضرة دخل الدكتور كانت اناتومي، وراح مسك فصل الدعامة والحركة. الفصل خلصوا في محاضرة يعني.
فانت حرفيا انت بعد ما تخلص تالتة ثانوي هتقول ايه الهبل اللي انا كنت بعمله ده، ازاي فصل زي ده ما كنتش عارفه المه، ازاي الاسئله دي انا كنت بغلط فيها. يعني انا من فتره كده جايبه مسكت كتاب الاحياء زكت من مذاكره الكليه فقلت احل احياء. جيت مسكت الكتاب كده الاسئله اللي كنت غلطان فيه والله العظيم انا قعدت اضحك على نفسي، ايه اللي انا كنت بعمله ده، ازاي ما كنتش عارف احل الاسئله دي. فانت المدرس اللي انت كنت معاه كمل معاه. تمام. تالت حاجه الربط بين الفصول. يا شباب مش هيجي في الامتحان يسألك يقول لك سمع لي فصل الهرمونات، ولا يقول لك سمعه لي بالطريقة اللي قالها دكتور أحمد الجهري مثلا، أو فهمني. أنت مجرد ما تخدم مع المدرس الفلاني بيقول تحت الشات الفلاني، مجرد لما يجي السؤال قدامك تتذكر كلام الدكتور اللي قاله، كلام المدرس بتاعك اللي قاله. تمام. تتذكر الذاكرة البصرية، تتذكر الكلام ده كان موجود فين. أما الربط فأنت مثلا هيجيب لك يقول لك الجين الفلاني مسؤول عن تكوين هرمون الجي اتش، فايه اللي بيتأثر لو الجين ده حصل فيه خلل، فانت لازم تربط ده بالدعامة والحركة. يقول لك آه هرمون الفلاني بيأثر بالطريقة الفلانية على الميوكارديوم أو عضلات الرحم، فايه الهرمون اللي بيأثر، فانت لازم تتذكر تربط التكاثر بالهرمونات. وهكذا مثلا يقول لك المناعة، يقول لك لو حصل نقص في الهرمون كذا فالمناعة ايه اللي هيحصل لها. فتلاقي بص الأحياء يعني هو علم متكامل. يعني نحن مثلا لما تدخل طب وكده فإن شاء الله يعني تيجي تاخد مثلا الفسيولوجي بيخدم على الاناتومي بيخدم على الهيستولوجي. كل المواد تلاقيها متداخله، انت في الاول والاخر هو جسم انسان وجنب النبات، فهو حاجه معينه تاخد كل جوانبه. انت بتاخد كل جوانبها على بعضها، لازم تربط كل جوانبها ببعضها. يعني انت ما ينفعش هو فتره الشرح حاجه وطول السنه حاجه وفتره المراجعات حاجه تانية خالص. انت لو كنت طول السنة بتذاكر كل فصل لوحده بتحل عليه لوحده وتركنه كده وتدخل على اللي بعده نفس الطريقة، لا. المراجعات غير، المراجعات تمسك كل فصل تربطه باللي قبله واللي بعده، بص وليلة سعادتك يعني. وغير كده افضل طريقة ماشي بيها الدكتور انه بيبدأ بال DNA و RNA. ليه؟ انت ختم بيهم، لما تيجي تدخل تبدأ تحل فيهم او تبدأ ترجعهم تاني وانت حرفيا المعلومة بتكون قلت 3-4 مرات، يعني انت تلاقيها ثبتت. وبعد كده بيدخل على الهرمونات حرفيا بيخلص نص التكاثر فيه. يعني بتدخل على التكاثر وتكون مخلص جزء في الهرمونات فتلاقي الدنيا رابطة ببعضيها. تدخل على الدعامة والحركة فتلاقي نفسك محتاج ترجع على DNA و RNA، فتلاقي الدكتور جايب لك أسئلة على DNA و RNA. فحرفيا اللهم بارك ربنا يحفظه يعني الدكتور أحمد الجوهري. تمام. وبعد كده يا باشي حرفيا في كنز عامله الدكتور أحمد الجوهري اسمه الأسئلة المقالية. انت لو بتحل أسئلة والأسئلة جات معاك بالحظ وسؤال هبدته الهبدة تمام وجمعاك، المقالي مش كده. المقالي انت لو ما كنتش حافظ المعلومة مش هتعرف تجاوب. وبعيدا عن انه اصلا بيجيب سؤالين ولا 3 مقالي، انت المقالي عايزه عشان تثبت بيه المعلومات. بص انا كنت ماشي ازاي، كنت بسمع فيديو الشرح ولا غنى عنه اللي هو فيديو الشرح بتاع المراجعة يعني. تمام. بعد كده بدخل على الأسئلة المقالية. الأسئلة المقالية عندك خيارين، وأنا كنت أعمل الاتنين على حسب فاضي أو لا. لا إما تسمع شرح الدكتور للأسئلة المقالية وإزاي بيحلها، لا إما أنت تدخل بنفسك تحل الأسئلة المقالية وتتأكد من إجاباتك. بس ما تعملش الاتنين مع بعض، يعني إنك تحل وتسمع الفيديو فده هياخد وقت منك رهيب يعني. تمام. الأسئلة المقالية يعني كل اللي فات بيخليك السيناريو وطريقة الدكتور والمعلومة متذكرة بالطريقة الفلانية، ده بيخلي المعلومة تفهمها وتربط المعلومات ببعض.
طب انت لو ما كنتش حافظ مش هتعرف تحل، يعني ايه لازم تفهمك من غير حفظ؟ فانت الاسئله هتقول ايه اصل النظام جديد سيبك من الكلام دي، يعني انت عارف وانا عارف انه الكلام ده بيضحكوا علينا بيه يعني. انت لو مش حافظ المعلومه مش هتعرف تجاوب. فانت لازم الاسئله المقاليه، لازم الاسئله المقاليه، لازم الاسئله المقاليه، ما ينفعش تدخل على الام اس كيو من غير ما تعدي على الاسئله المقاليه. هتقول لي ما فيش وقت، هتقول لي كذا، حرفيا انت تحل الاسئله المقاليه اهم من انك تحل الاختيار، ورغم انه اتنين لازم. تمام. بعد ما كنت اخلص حل الاسئله المقاليه بدخل على الام اس كيو بتاع كتاب الدكتور. بعد ما اخلص ام اس كيو من كتاب الدكتور بدخل على كتاب الامتحان وكتاب التفوق. الاهم كان بالنسبه لي كتاب الامتحان. يعني كتاب التفوق هو بصراحه اقرب للامتحان بشكل الامتحان اللي هو اخر السنه. بس كتاب الامتحان بيخليك تاخد ثقه في نفسك شويه. بعد ما كنت اخلص كتاب الامتحان باجي على اخر الاسبوع كده اروح حل كتاب التفوق. فانت حرفيا الاحيان انت حليتها 3 مرات في الاسبوع، حاجه اللهم بارك. جزئيه الجيولوجيا عايزه حفظ، عايزه حفظ. يعني حرفيا الفهم فيها ما يتخطاش 30% والحفظ 70%. طب انت عشان تحفظ وتثبت المعلومات تحل كتير. يعني انت المواد التانية ممكن اقول لك على عكس الاحياء، يعني الاحياء بقول لك احفظ المعلومة لازم حل بس الحفظ اهم. الجيولوجيا بقى بقول لك الاتنين حفظ وحل، حل على قد ما تقدر. انت ما ينفعش تدخل الامتحان وانت سايب فتفوتة واحدة الا لما معدي عليها وتكون فارمها فارم، يعني ما ينفعش. تمام. واخر نصيحة يعني انت في الفترة دي وخصوصا الاحياء لازم يكون عندك ثقة في نفسك. يعني انت ما تسمعش لاي حد واحد يقول لك انا اصلا دخلت الامتحان ما عرفش احل، دخلت الاحياء وجبت فيه درجة قليلة، ده اصل الامتحان بيجي معقد، ده بيجي خارج مش من المنهج اصلا، ده بيجي. انت ما تسمعش، كل واحد وليه طريقته، كل واحد وربنا رازقه بقدرات معينة. يعني انت كل واحد بينقل لك خبرته، فانت اسمع للي كويس وبس. يعني كان في احد الصحابة بيقول كل يؤخذ منه علم ويرد الا صاحب هذا المقام اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فانت تسمع بس تاخد اللي في ايدك. يعني انت مش فلان ده خوفك من الامتحان قال لك امتحان معقد الامتحان مش بيتحل فانت تسمع له، ما ينفعش. انت خد اللي في ايدك مش اكتر. يعني انا لو شايف معلومات مش بقول حاجة كويسة، خد الحاجة اللي تستفاد مني. مش هتستفاد مني يا باشا اقلب الفيديو وشوف حد يفيدك. فاهم حاجة؟ يعني انت في الوقت ده بالذات لازم يكون عندك ثقة في نفسك. انت طول السنة شغال طحن ومذاكرة وبتاع، هو ده يا باشا الثمار في المراجعة. الثمار في المراجعة انك تبقى عارف خلاص يا باشا انا على ارض صلبة والمعلومات متمكن مني، وحل كتير، حل كذا كتاب وحافظ معلوماتي. فانا مهما قالوا الامتحان صعب، الامتحان بيجي برا المنهج، الامتحان كذا، لا يا باشا انا واثق من نفسي. انا هدخل الامتحان وهقفل الامتحان حتى لو الكل بيقول لك انه الامتحان مش هيتقفل. انت مالكش صالح بحد، انت تجربة نفسك بس كده. يعني ما تسمعش لحد. بيكون في اسئله، لا في انت متعود على الاسئله لا في طول السنه، ما انت مش بتلعب طول السنه. في اسئله، وحتى لو في اسئله فيها صيغه علميه خاطئه فيا باشا على الكل. لو السؤال ده هيتلغى على مستوى الجمهوريه، يعني انت مش متضرر. السؤال ده هيتحسب اجابته الكل، هتحسب زي ما حصلت في امتحان الفيزياء 24 ادوا درجتين لكل الطلبه على مستوى الجمهوريه. فانت مش متضرر. انت لو حاجه زي كده حصلت انت زيك زي الناس، فانت ما تقلقش. امتحان جا صعب على الكل، امتحان جا حلو على الكل. يعني انت يعني انت بص، سيبك من فكره الامتحان دي خالص، انت اعمل اللي عليك والامتحان لوقته، ليك صالح بالامتحان خالص. انت اهم حاجه دلوقتي في المراجعه ما تقصرش عشان ما تجيش تندم بعدين تقول يا ليتني. بس ولو كنت استفدت اشترك في القناة ولايك وبتاع والحاجات دي وبس كده، والسلام عليكم.